كلها ايام وداخلين على 2023 وانت لسه بتهمل في شكلك وفي لبسك، ودي اكتر حاجات لازم تبصلها شوية لو انت مش مهتم بيها. وانا النهاردة هقولك على شوية حاجات بسيطة كده نظبط بيها الحوار ده. يلا بينا. اهلا بيكم يا جماعة في فيديو جديد. معاكم فادي لايف ستايل، وانا معاك في اي حاجة عشان نظبطها مع بعض في شكلك، في ستايل لبسك، في حياتك اليومية عامة. وهنيجي لأول حاجة بقى، شعرك ده بالذات لو ما اهتمتش بيه هيبقى شكلك بشع. فعلا مش عارف فين الحلاوة والشياكة ان واحد عامل شعره بالشكل ده. للأسف بشوف الموضوع ده كتير قوي الفترة دي. قولي كده ده حلو من انهي اتجاه؟ بلاقي واحد وشه قد الليمونة وشعره 2 متر لفوق. طبعا نسيت الوش ده، ها؟ عارفه ليه؟ لان النضاره واكله نص وشي. 3/4 وشه شعر، مفيش وش اصلا. الموضوع بقى شعر قوي يا جدعان، بقى صعب قوي يا جدعان. فانت المفروض تختار ستايل شعرك مناسب لوشك، وانا ممكن اعمل لكم فيديو تاني ازاي نختار تسريحة شعرنا مناسبة لوشنا. لازم نرجلش الرجلشه. وهنيجي لتاني حاجة، الدهون الزيادة. لو انت عندك الدنيا بايظه وحاجات مرهرطه، معنى كده ان انت عندك دهون زياده عن اللزوم في جسمك ولازم تتخلص منها، مش عشان شكلك بس، عشان صحتك كمان. فانت لازم تحرق الدهون دي باي طريقه. تمرينات في البيت بقى، تروح جيم، تعمل دايت، دي ما فيهاش فصال يا جدعان. وبعدين هدومك اللي انت شايفها دلوقتي مش لايقه عليك، لما تظبط جسمك هتبقى بوم عليك. وعايزك لما تخلص الفيديو تنزل تفرم حديد وتحط لي صورتك في الكومنتات يا بطل لما تظبط جسمك وتخس. وهنيجي لتالت حاجة بقى، العشوائية في اللبس. بلاش تتعشوق في لبسك. عادي تتعشوق، جاي من عشوائية، زي عاشق ومعشوق. رخمة صح؟ المهم الاوفر سايز نازل بقاله فترة كبيرة موضة للشباب، لكن الموضوع لو افور بزيادة ما بيبقاش احسن حاجة. انك تلبس هدوم مهرولة وكبيرة عليك بزيادة بيبقى الموضوع صعب جدا، وبالذات لو انت مليان شوية بيبينك مليان اكتر وبيبقى شكلها وحش ومش مهندل. بلاش نجري ورا الموضة واحنا مغميين عينينا. انا عن نفسي لو الموضة مش لايقة عليا اكيد مش هلبسها. وكمان اللبس الضيق اللي بيتفرتك على الجسم، بجد اكتر موضوع بيستفزني لما بلاقي شاب في الشارع لابس بنطلون هيتفرتك عليه. ببقى عايز اوقفه في الشارع واقول له والله ما حلو، اقسم بالله ما حلو. موضوع مقرف جدا ومش رجولي خالص. الحاجة المفروض تلبسها تبقى عليك بالسنتي، ولا واسعة ومهرولة ولا ضيقة تبقى شبه الحريم. ولازم تبقى عارف الشياكة لازم تبقى شياكة. وهنيجي لرابع حاجة بقى، شغلك. لو انت بتشتغل شغلانة مش حاببها او متعبة بزيادة، بتخليك اخر حاجة تفكر فيها هو انت. ما بتهتمش لا بشكلك ولا مظهرك ولا لبسك. ومش بقولك ما تشتغلش وتهتم بمظهرك وشكلك، اكيد لا طبعا. اكيد الشغل مهم جدا عند كل واحد فينا، ده هو المام بتاعنا. لكن انا بقولك حاول تختار الشغلانة المناسبة ليك فعلا. هيجي حد يقولي مفيش حاجة معينة بفهم فيها قوي. هقولك حاول تطور من نفسك في حتة معينة، ما تشغلش نفسك بحاجات كتير. اعمل سيرش على اليوتيوب وتعلم حاجة واشتغل عليها. اظن سهلة، قاعد ومتدفي وبتتعلم حاجة وببلاش. بس النقطة هنا انك تتعلم وتطبق على طول، ما تستناش لبكرة. وصدقني لو انت قريت وتعلمت حاجة وما طبقتهاش على طول هتنسى كل اللي اتعلمته. وانا واحد فكرت اعمل فيديوهات على اليوتيوب، فكرت وتعلمت وطبقت على طول، ولسه بتعلم واطور من نفسي. ابدأ انت بس وطور من نفسك، هتلاقي كل حاجة اتغيرت معاك. وهنيجي لاخر حاجة من الحاجات اللي انا ملاحظها بقالي فترة، في موضة غريبة جدا، التيشيرتات اللي عليها رسومات وبادجات كتير. لو هي نازله للاطفال هقول ماشي تعدي، المشكله ان هي طالعه رجالي، شكلها بيبقى بشع، زيت على الفاضي، مفيش 1% شياكه. انا واحد من الناس دي، كنت بلبس الحاجات دي وانا صغير، ما كنتش عارف موضه تليق عليا وموضه ما تليقش عليا. وفي نفس الوقت بلاقي ناس لابسه تيشيرتات وسويت شيرتات عليها لوجو البراند بتاعها بالبونت العريض، ودي في وجهه نظري ما هي الا اعلان ماشي في الشارع، اعلان متحرك، وملاش علاقة انها براند او الضرب بتاعها او انها غالية او رخيصة. وفي نفس الوقت هنلاقي اغلب المشاهير لبسهم كله بيزك سيمبل، مفهوش اي اختراع، وفي نفس الوقت شياكة. الحاجة في بساطتها مش في زيطتها. حلوة والله، بساطتها مش في زيطتها.
وده اللي عندي اقوله لك النهارده. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتفعل زرار الجرس عشان ما يفوتكش الجديد. وبالمره تخش تعملي فولو على الانستجرام وعلى الفيسبوك، هسيب لك اللينكات في الديسكريبشن تحت. واخر حاجه اقولها لك بقى، مش عايزك تسيب حاجه للصدفه، دايما جاهز ومستعد لاي موقف في الحياه، دايما سابق اللي حواليك بخطوه. اشوفكم الحلقه الجايه.